ازاي ثورو طلع تريزيجيه وساب زيزو وانا محتاج اسجل في الترجي، وليه نزول الشحات اتاخر؟ الاهلي كان نازل قدام الترجي يدافع ب4-2-2-2 زي ما انت شايف، والهدف هو اجبار الترجي على لعب الكور الطويله وغلق ممرات التمرير في قلب الملعب عن طريق ستاره دفاعيه. ادوار الضغط كانت واضحه زي ما انت شايف. الترجي كان عايز يلعب كوره على الارض، وشوف مدافع الترجي هو بيشاور للعيبه بتاعته يلعبوا على الارض. بس اعتقد إن الترجي اتفاجئ بشكل الأهلي لأنه كان غالبا متوقع 4-3-3. حاولوا يلعبوا الكرة الطويلة خصوصا في ظهر هاني. الجناح كان بيحاول ينزل يسحب هاني والكرة تتحط في ظهر هاني في المساحة. ودي كرة تانية كمان لتأكيد الفكرة، قفل نص الملعب على الترجي، فيضطر يلجأ للكرة الطويلة، محاولة لسحب هاني واللعب في ظهره. بس جودة التنفيذ وكمان عدم وجود كثافة هجومية كان مخلي الأهلي ما عندهوش مشكلة في اللي الترجي بيحاول يعمله. الأهلي وهو بقى معاه الكورة كان بيتحول ل 4-3-3 بمهاجم وهمي، لأن التبادل على مركز الهجوم كان بيحصل ما بين زيزو وإمام عاشور. لاحظ وجود كوكا وديانج وزيزو في نص الملعب هنا، وبن شرقي وتريزيجيه أجنحة وإمام مهاجم. دوره إنه يوجه اتجاه الهجمة ويعمل الدعم على الجبهة اللي هيروح عليها الكورة. بص هنا مع نزول بن شرقي تم سحب مدافع الترجي. إمام هو اللي راح قلب الهجوم، ساب مكانه وراح على الطرف في المساحة اللي فضيت. ومع وصول الكرة لإمام المفروض إن زيزو يدخل عمق الهجوم، وبعد ما كان بادئ الهجمة كلاعب نص ملعب مركز 8. طبعا الفكرة كانت طموحة بزيادة ومتفائلة من ياس ثورو، وما نجحتش، لأن كل ده كان الهدف منه إن أنا أخلق موقف تفوق عددي أو حتى 1-1 لتريزيجيه على الجنب التاني من الملعب. بس الأهلي كان بطيء قوي، ولعب الكرة القطرية كمان كان غير دقيق. بس الحقيقة إن دفاعيا الهجمات اللي جت على الأهلي كانت تحولات بسبب غلطات لعيبة الأهلي نفسهم، زي كرة ديانج دي. وده دليل على نجاح المنظومة في الشوط الأول أو في بعض أجزاء الشوط الأول، وهوريك ليه. دي فكرة كمان هجومية للأهلي 4-3-3. بس مين اللي في نص الملعب بقى دلوقتي؟ إمام عاشور مش زيزو. يبقى الجملة اللي هتحصل نفس فكرة الدوري، تريزيجيه يسحب الباك، تفضل مساحة لإمام على الطرف ويتحط له الباص من بالعمري. بس ولا مرة التمريرة اتحطت في الوقت أو المكان المظبوط. بومل مدرب الترجي ابتدى يغير علشان يعدي ضغط الأهلي من العمق وعلى الأرض زي ما كان عايز من أول الماتش. ابتدى يخلي لعيب الارتكاز رقم 14 ينزل يساعد في بنى اللعب، وابتدى يوسع الملعب قوي علشان تبتدي تظهر المساحات في الستارة الدفاعية اللي عاملها الأهلي بين بن شرقي وزيزو. وأصبح شكل الترجي في بناء اللعب 3 قدامهم 2 بدل ما كان بيعتمد على 2 قدامهم 2. وفعلا نجحت الفكرة في الاختراق من العمق، ولكن جودة لعيبة الترجي وقرارات التمرير في الثلث الأخير كانت هي العائق الحقيقي قدام بومل مدرب الترجي. نروح الشوط الثاني. الترجي ابتدى يضغط بشراسة أكبر، ولكن الأهلي كان عنده شيء من السرعة، ولو بن شرقي كان قرر إنه يلعب لهاني كان اتضرب خط الدفاع الأول للترجي. بص بقى على كوكا، شاف ياسر فين بس ما بصش الناحية التانية، وما شافش لعيبة الترجي، وأصلا لا اتجاه التمريرة ولا قوتها يسمح إن هو يفوت الكرة التفويتة دي، لأن حتى اتجاه الكرة مش اتجاه ياسر اللي هو بص عليه. بس ربنا ستر. وزي نهاية الشوط الأول، الترجي برضه في الشوط الثاني كان بيبني ب3 وقدامهم 2، وستارة الدفاع الأهلاوي مفتوحة، وبومل بين الشوطين نزل اللعيب اللي أنا معلم لك عليه ده علشان يستغل الثغرة دي بالذات. ولكن ثورب كان في عالم تاني وما خدش باله من اللي بيحصل ده من آخر الشوط الأول، وفضل الوضع كده. ولما تيجي تبص الناحية التانية شوارع، والكرات القطرية والطولية في عمق الدفاع كان ينقصها الجودة، وفضل الوضع كده لحد ما الترجي فعلا سجل، وتغييرات ثورب لم تضيف للأهلي أي جديد.